صفات اليهود سبحان الله، وهذه قضية غريبة جدا، لأنك لما تتأمل تجد أن صفات اليهود واحدة. اليهود الذين عاشوا قبل الرسالة، واليهود الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا، ويهود اليوم هم بنفس الصفات. يهود اليوم. ولهذا تتعجب بالفعل، تتعجب مع وضوح هذا الأمر في كتابنا، إلا أن نجد كثير من المسلمين يهرولون إلى السلام هرولة، يهرولون إلى السلام مع أناس لا يؤمنون بالسلام، ولا يؤمن أصلا بالسلام، وليس عنده، والسلام الذي يريده هو أن تستسلم له وليس أن تسلمه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملة. نعم، حتى فرق بين المسالمة وبين الاستسلام. هم يريدون منا إيش؟ الاستسلام وليس السلام. نعم. ولهذا هم كل منذ يعني ما هو العهد الذي يعني الآن نقول ما هو العهد الذي وفى به اليهود هذا عهد واحد. ما أدري هل ما أظن لهم عهد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. لاحظوا الآية الثانية يا شباب في قوله والله أعلم بأعدائكم. نعم. كأنها جاءت جوابا لمعترض يقول اليهود ترى ممكن المسالمة معهم، ويمكن التطبيع معهم، ويمكن التعاقد معهم والتحالف. لا، ويمكن اليهود اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، الظروف الآن تغيرت، متحضرين وعندهم مبادئ وقيم، وعندهم أفضل جامعة من الشرق الأوسط. نعم. وعندهم كذا صح. فاليهود هؤلاء مختلفون عن اليهود. يقول لا، والله يقول والله أعلم بأعدائكم. الله هذا الرب لم يقل الله سبحانه وتعالى والله أعلم بهم، ولكنه وشوف وأنا صرح بالظاهر أو أظهر يا سلام في مقام الإضمار. لا، وأنا أقول يعني الحقيقة الآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة يبين لها تفاصيل نفسيات عدوها، وهذه رائعة جدا. الله سبحانه وتعالى هنا قد شرح لك نفسيات أعدائك اليهود، وقال والله أعلم بأعدائكم. فأول شيء فيها فائدتين. الأمر الثاني رحمة الله بهذه الأمة. الأمر الثاني أنه جاب المعلومات لك، قدم لك معلومات يا الله، ومعلومات موثوقة 100%. مركز دراسات أيوة ربانية. نعم. يعني استغفر الله، نحن ما نقول هذه دراسات يعني يكتشفها الرب، هذه نتائج. لا. الله عالم بكل شيء. أعلم. نعم. الأمر الثاني أنه صرح بأنهم أعداء لك، فمن الغباء أنك تظن في يوم من الأيام أن هؤلاء سيسالمونك أو أنهم سيحسنون أو نعم يجلبون. فلماذا نحن الآن عندما نريد وهذه مشكلتنا الآن من سنوات طويلة، أننا نريد أن نعيد اختراع العجلة من جديد. أي والله. نبدأ مع اليهود ومحادثات سلام ومحادثات سلام. طيب الله يقول هم أعداء، والله أعلم بأعدائكم، ثم قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فلا تتولوا أحدا إلا الله ولا تطلبوا النصر إلا منه سبحانه وتعالى، لأنه كفى به. كفى